تقريبا يعني انا من اول ما عملت القناه دي ما وريتكوش شغلي. فالفيديو ده بالذات هكلمكم عن شغلي في 2022، ايه هي المشاريع اللي اشتغلت عليها بالتفصيل. كفايه كده احمد، وتعالى نشوف احمد بيعمل ايه او بيشتغل ازاي، او ايه هي البروجكتس بتاعته، او ايه هو الثيمز او الكرييشن او البروسيس اللي ورا كل بروجكت. ايه هي التشالنجز اللي واجهتني في البروجكتس دي، ازاي انا فكرت، ازاي انا نفذت، ازاي انا صممت. فيلا بينا نبدأ. هي البروجكتس بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها في 2022 كانت الحمد لله بروجكتس كتيره، وكان عددهم 18 بروجكت. كان منهم بقى لوجوز، كان منهم براند ايدنتي، كان منهم يو اي يو اكس، كان منهم سوشيال ميديا، كان منهم تايبس كتير من الجرافيك ديزاين. بس اهمهم كان الاكسبرتيز بتاعي هو البراند ايدنتي او اللوجو ديزاين. الحمد لله عملت 13 لوجو، عملت 9 براند ايدنتي، منهم 3 اترفضوا. برضه هكلمكم عن الجزئيه دي. هو 2 يو اي يو اكس ديزاين او ويب سايت ديزاين يعني لبزنسز معينه. انا كان احلامي يعني ان انا اعمل براند ايدنتيتي لبزنسز كبيره في مصر او بره مصر. يوميها عمر كلمني وقال لي يا ابو حميد، احنا محتاجينك معانا تكون البراند ايدنتيتي ديزاينر في بروجكت مزارع دينا. هو كان تندر، فانا رحت تحت امبريلا مليون برينز مع عمر، وكنا بننافس تقريبا اكبر الشركات في مصر، ماتر وبراند بيز. انا البروجكت ده كان بالنسبه لي لو جه كان حياتي هتختلف تماما. اشتغلت عليه، قعدت فتره كبيره قوي. اللوجو بتاعه من اصعب اللوجوز اللي عملتها في حياتي عشان اقدر الاقي الفكره، عشان كانت الكومبيتيشن ما بين جوهينا ودانون والمراعي والناس دي كبيره جدا وعاليه جدا جدا. الحمد لله يعني على كل شيء، ما اختاروناش في الاخر، بس عجبوا جدا بالبروجكت بتاعنا. واحنا قاعدين في البورد ميتنج واحنا بنبريزنت الشغل بتاعنا، كنت فخور بنفسي قوي وسعيد قوي ان انا وصلت لمرحله ان انا ابريزنت الشغل بتاعي قدام الستيك هولدرز بتوع مزارع دينا. انفينيتي تاني براند ايدنتي اشتغلت عليه بعد بروجكت مزارع دينا. الكاركترستكس والبيرسوناليتي بتاعت البراند انها تكون حاجه بولد قوي، وتكون حاجه كونفيدنت قوي في نفسها، وتقدر تريزونيت او تدي افكار كبيره قوي للاودينس، وتقرب منهم ببرسوناليتي بتاعتها وتفرضها عليهم. انفينيتي من اكتر البروجكت الجريئه اللي انا اشتغلت عليها في حياتي، لان احنا كنا مستخدمين حاجات دارك، وانا اصلا بحب الدارك كولرز قوي. الحمد لله ان هو تم وعملنا براندنج الانفينيتي. اول بروجكت خالص كان في 2022، كان هو مجله اوراق اشتراكيه، والحمد لله ده كلاينت جالي من على الابورك، ودي كانت بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، والحمد لله اداني فيدباك كويسه جدا. تاني بروجكت في 2022 كان بروجكت لواحد صاحبي، كان هو بيفتح صيدليه او حد عنده في العيله بيفتح صيدليه، فانا عملت له اللوجو، عملت له اليافطه. ده كان بروجكت خفافي كده. تالت بروجكت كان يو اي يو اكس ديزاين، كان لشركه ماجستيك باي فارما. انا كنت بعمل لهم سايت على برنامج فيجما، وده كان بالنسبه لي اول مره استخدم فيجما في حياتي، وذهلت بجد من كميه البساطه ومن كميه الاحترافيه في التنفيذ من اقل مجهود على البرنامج ده. رابع بروجكت في 2022 كان نتس ميت. البروجكت ده حرفيا طلع عيني. انا قدمت فاريشنز وكونسبتس كتير قوي للكلاينتس. هم كانوا شركاء تقريبا صحاب مع بعض، فكانوا بيحاولوا يفتحوا جزاره بس مودرن شويه، فاختاروا ان انا اصمم الايدنتي بتاعتهم الجديد والبروسيس والكونسبتس دي في الباكجينج وفي الكالرز وفي البرنتس والحاجات دي كلها. كان اول بروجكت ايدنتي في السنه دي. خامس بروجكت كان لواحد صاحبي، هم عندهم زي مكان بيمرنوا فيه الجمباز هم وشركاء كتير، فاختاروني عشان اعمل لهم اللوجو ديزاين بتاعهم، وكان سوشيال ميديا بوست. مستر بابلز هي كاروش بس اونلاين، انت بتكلمهم وهم بيروحوا المكان اللي انت فيه وبيغسلوا لك عربيتك. كريبتاو كان كونتنت كريتور بيقدم كونتنت عن البيتكوين بقى والعملات المشفره والحاجات دي كلها. الاليمنتس والايمجري كلها بتكونسيست مع بعض بحيث انها تقدر ترفلكت الكاركترستكس بتاعت البني ادم والكونتنت والشانل بتاعته على اليوتيوب. نهله شاهين ده بيوتي لاونج في طنطا. والجميل في البروجكت ده ان انا والكلاينت كانت افكارنا واحده، حاجات اليجنت جدا للكاستمرز بتوعه يعني، فحب يرفلكت ده في براند ايدنتي. بوجوز، وده كان محل امريكان فاست فود. بوجوز كان فيه باكجينج ديزاين، كان فيه سوشيال ميديا بوست، كان فيه براند ايدنتي ديزاين طبعا،
كان ليها كاركترستكس معينه كده مختلفه، تحسها بولد عشان تتريجر ايموشنز معينه تقدر الناس تتفاعل معاها وتوردر. لوكي وهبه هو كان لوجو، بس انا كنت حابب ابريزنت اللوجو بثيم معين او بنفس الفايبس بتاعت الايدنتي ده. البروجكت ده اترفض، ما اتقبلش، بحيث ان هم كانوا في صوت معين في اللوجو ما لقاهوش، او ان انا ما قدرتش انفذ اللي هم عاوزينه بشكل صح. ايام يونيفرس كان اوريدي عندهم براند، كان عايزين بس يديفلوب البراند دي بحيث ان هم يكون عندهم سوليد ستراكشرد جايد لاينز او براند مانوال يقدروا من خلاله يكريتوا سب براندز لايام يونيفرس دي. كان اختيارهم ليا يعني ان انا اقدر اديفلوب الايدنتي بتاعتهم دي. مصراوي تقريبا ممكن فيكم يعرفوا الكلاينت ده، كان شغلي معاه مش كتير خالص، كان عايزين منيو جديد وكانوا عايزين سوشيال ميديا بوست تقدر تقول من المود بورد الشعبي شويه، وده كان بالنسبه لي انا ما اشتغلتش عليه قبل كده. سمايلز هوم فود والسب براندز بتاعت سمايلز جروب عامه يعني كانوا مكلميني ان هم كانوا عايزين يعملوا باكجينج بوكس جديد لميل معينه، وفي الاخر استقرينا على حاجه، بس تقريبا بعديها بعد ما نفذت كل حاجه الناس اختفت، ما فيش حد بيرد. دي حاجه مهمه لازم انتوا تعملوها، ان انتوا تاخدوا نص فلوس على الاقل او 30%، ده باختياركم قبل ما تبداوا شغل. سبوت اكس ده ابلكيشن بيقدر يوفر للكاستمرز بتوعه يونتس وابارتمنتس وفيلز في الحاجات الساحليه زي الساحل الشمالي، الجونه، الغردقه، الحاجات دي كلها. فكره اللوجو ذات نفسه سبوت اكس ان هو يقدر ينتجريت الكلام بالايدنتي بالمسجز بالفيجن بتاعه البراند. اخر براند ايدنتي اشتغلت عليها في 2022 هو تري تريب. تري تريب ده تقريبا زي ما انا بدات 2022 ببروجكت على ابورك، نهايتها ببروجكت على ابورك، وديت البروجكت للكلاينت وابورك والدنيا تمام وزي الفل، ومستني ردوا على الاقل، حتى لو مش هتقبل البروجكت اتس اوكي بس رد عليا. لحد دلوقتي بكلمكم ما ردش عليا الحمد لله يعني. فالفكره يعني ان انا كنت عايز اقول لكم ملخص البروجكت في 2022، ان مش كل بروجكت بتكون حلوه، مش كل بروجكت بتكون انت معجب بالشغل اللي بتطلعه، مش كل بروجكت بتحاسب عليها، مش كل بروجكت زي بعضها. بس في الاول وفي الاخر انت كل بروجكت بيعلمك وبيطور من معلوماتك وبيطور من مهاراتك وبيخليك ازاي تقدر تتعامل مع كلاينت بشكل احسن. انا اشتغلت مع المنيوز از فول تايم سينيور جرافيك ديزاينر في شهر 9، كانت بدايتي مع المنيوز، وان انا اطور من البيزنس والايدنتي بتاعتهم، وان احنا نقدر نوصل لاودينس اكتر ونحقق نجاحات اكتر. وان شاء الله ده اللي شغال عليه الفتره دي، وهيكون فيه برضه فيديو يعني مميز جدا جدا عن رحلتي مع المنيوز والبروجكتس اللي انا اشتغلت عليها هناك. ده كان فيديو 2022 البروجكتس اللي اشتغلت عليها السنه اللي فاتت، وان شاء الله السنه الجايه او السنه دي اللي احنا فيها دي اتوقع نجاحات كبيره ليا وليكم ولاي حد بيتابعني ولاي حد عايز يتابعني ولاي حد بيفكر ان هو يتابعني ويتفرج على الفيديو والفيديوهات اللي فاتت تاني. بشكركم جدا، يا احسن اودينس في الدنيا، وان شاء الله اكون على حسن ظنكم واشوفكم على خير.